تعال اقول لك النهارده على ارخص موبايلين نزلوا في 2023. يلا بينا نبدا. يا مساء الفل عليكم لو انت بتشوفني بالليل، ويا صباح الفل لو انت بتشوفني الصبح. معاك اخوك هشام عجمي، ولو انت اول مره تشوفني فالقناه بتاعتنا بتتكلم عن التكنولوجي والموبايلات والانبوكسنج، لان بحب الانبوكسنج قوي، بتلاقي انبوكسنج كتير. فلو انت مهتم بالمجال ده وعندك امكانيه ان انت تعمل لي اشتراك فكنت شاكر ليك جدا، لان فعلا 96% من اللي بيشوفوا الفيديوز فهم مش مشتركين في القناه. فلو انت حابب المجال ده فاشتراكك طبعا ينورني. بص يا معلم، احنا الفئه اللي احنا بنتكلم فيها من 4000 جنيه ل 6000 جنيه، والفئه دي زمان كانت تعتبر فئه متوسطه تعرف تجيب بيها موبايل في الفئه المتوسطه، لكن دلوقتي دي بقت فئه اقتصاديه دلوقتي، يعني طبعا عشان الدولار طالع والدنيا بايظه وكل الكلام ده. فالموبايلات اللي معانا النهارده فانت ما تتوقعش منها حاجه عاليه قوي. طبعا هي موبايلات فئه اقتصاديه هتجيبها بس تمشي بيها الدنيا، تسكرول، تفتح يوتيوب، تصفح حاجات على خفيف. فما تتوقعش اداء قوي قوي في الشاشه بالذات، في الشحن وفي الالعاب. باقي الحاجات هتلاقي معاك كويس وهتأدي معاك الغرض. بص يا صاحبي، اول حاجه معانا النهارده وهو اللي من تحت خالص، اللي هو ارخص حاجه نزلت في 2023، وهو شاومي ريدمي 12 سي. بص الموبايل ده تم الاعلان عنه في 31 ديسمبر 2022، ولكن هو نزل بالفعل في يناير 2023. فالموبايل ده معانا في السنه، او الموبايل ده انتاج فعلا السنه دي. بص مواصفاته، انا مش عايزك تحط طموح كبيره قوي وامال كبيره قوي، لان ده ارخص حاجه نزلت ايه في السنه اللي هي في 2023. طيب اول ميزه في التليفون ده وهو ان الشاشه بتاعته كبيره، هو 6.71 بوصه. فلو انت هتجيبه لحد كبير لوالدك او لوالدتك، فالشاشه بتاعت الموبايل ده هي فعلا كويسه وكبيره. انا مش بقول لك كمواصفات، انا بقول لك ان هي المساحه بتاعتها كبيره. تاني حاجه ان البطاريه بتاعته كبيره، انت بتتكلم في 5000 ملي امبير، فبرضه بالنسبه للبطاريه فهي كويسه جدا وهتكون مناسبه معاك وهتكمل معاك اليوم مفيش فيها اي مشكله. بالنسبه لدقه الشاشه فهي 1650 في 720، فتحطش امال كبيره يعني. وبرضه اللي هيجيب موبايل في الفئه دي مش هيبقى مهتم قوي يعني بالمواصفات بتاعت الشاشه اذا كانت فول اتش دي او لا. بالنسبه للشاشه بتاعت الموبايل مش وحشه يعني، هي جايه بوتر دروب نوتش قديمه شويه، شغاله حلوه مش وحشه. بالنسبه للظهر مقبول برضه، ما عندناش فيه اي مشكله. انت بتتكلم في فئه اقتصاديه يعني مش هتاخد فيها كل حاجه، بس مش كويس. شكل الموبايل في المجمل كويس يعني، فمش هيضايق. عندك برضه ميزه حلوه في التليفون ده وهو الكاميرات بتاعته. هي بيجي بكاميرتين، الكاميرا الاساسيه 50 ميجا بكسل والرقم ده يعتبر كبير يعني، وتاني كاميرا بتيجي 8 من 10 ميجا بكسل ودي بس للعزل. وطبعا عندك الكاميرا الاماميه بتاعت التليفون، هي بتيجي بدقه 5 ميجا بكسل وبتصور معاك فيديوز لحد 1080 30 فريم في الثانيه. كل برضه الحاجات الاساسيه الثانيه هتلاقيها موجوده في التليفون ده، عن طريق ان انت هتلاقي البصمه بتاعتك هتلاقيها في الظهر. طبعا هي قديمه شويه بس قشطه مفيش مشكله. هتلاقي بقى معاك، هتلاقي برضه معاك البلوتوث، وهتلاقي معاك الواي فاي وكل الكلام الحلو ده. بس هي في مشكله برضه صغيره، ان هو او حاجه مضايقاني، مش مشكله قوي، ان التليفون جايب مايكرو يو اس بي بدل يو اس بي تايب سي. فالحاجه دي قديمه قوي يعني، ما ينفعش ينزل حاجه في 23 بالمنظر ده. بالنسبه لمساحه التليفون بيجي 64 جيجا. طبعا احنا بنتكلم في اقل نسخه، فبيجي ب 64 وبيجي معاك ب 3 جيجا رامات. البروسيسور اللي بيجي مع التليفون ده فهو من شركه ميديا تك، وهو الهيليو جي 85. والبروسيسور ده يعتبر كويس مش وحش، هيقضي معاك كل الحاجات اللي هي اليوميه بتاعتك، تصفح فيسبوك يوتيوب الكلام ده هيقضيها معاك كلها كويسه مفيش فيها اي مشكله. هتيجي بقى تقول لي عايز اعرف السعر بتاع التليفون ده، فالتليفون ده بيجي بسعر 4700 جنيه للنسخه اللي هي ال 64 جيجا، واللي هي 3 جيجا رامات اللي هي اقل حاجه فيها 2023. طيب عايزين بقى ايه نشوف الموبايل التاني اللي بعده. هل انا هزود كتير؟ تاني بقى موبايل معانا في القايمه وهو فرق السعر بينهم كبير شويه. الموبايل اللي معانا تاني هو السامسونج A14. بص هقول لك حاجه، الناس اللي بتحب موبايلات سامسونج مهما تلف هي ما بتعرفش تخرج براها، وخصوصا الناس اللي هم قرايبنا الكبار في السن ربنا يديهم الصحه وطولة العمر بيحبوا موبايلات سامسونج جدا، لان هم اصلا اتعودوا عليها من زمان. والواجهه بتاعت سامسونج هي فعلا سهله في الاستخدام عن الميو اي شويه، مثلا لو هتقارنها بموبايل من موبايلات شاومي. فالسامسونج لا له فعلا حته وله معزه خاصه عند الناس اللي هم متعودين عليه. طيب بالنسبه للموبايل معانا هو سامسونج A14. الموبايل ده اول ما هتبص عليه كده هتلاقي ان شكله لا ده يعني شكله قديم شويه. فعلا التصميم بتاع الموبايل ما عجبنيش خالص. برده هو جاي شبه الموبايل اللي قبله بالووتر دروب نوتش، بس بقى حواف الشاشه كبيره يعني، التليفون شكله ايه كبير شويه، وفي لون احمر كده لو شفته ما تجيبوش لان شكله مستفز قوي يعني مش حلو. طيب هنيجي نتكلم عن المواصفات. الموبايل بيجي بمساحه 128 جيجا مع 4 جيجا رامات. بالنسبه للبطاريه نفس الكلام، بيجي ب 5000 ملي امبير. والحلو في الموبايلات اللي هي الفئه الاقتصاديه ان هم بيبقوا مهتمين شويه بحته ان الشاشه تكون كبيره وان البطاريه تكون كبيره، لان الشركات تبقى عارفه ان الموبايلات اللي هي في الفئه دي بيشتريها الناس غالبا هيبقوا عايزين شاشه كبيره وعايزين بطاريه، مش مهتمين قوي بالمواصفات. هنيجي بقى نتكلم في البروسيسور. هتلاقي ان هو جاي من معالج من ميديا تك اللي هو الهيليو جي 80، والمعالج ده مش اقوى حاجه
على قد حلو. وانا برضه بقول لك ان الموبايلات دي مش بتاعت فحت وردم وكل الكلام ده، يعني الموبايل يا دوبك تمشي بيه حالك، يعني لو هتجيبه لنفسك هتجيبه هديه كده. فالموبايل اللي معانا الشاشه بتاعته شاشه LCD، ولكن الريزوليوشن بتاعها اعلى شويه، جايه 2408 في 1080، فالريزوليوشن ده اعلى شويه، لكن زي ما بقول لك هي مش مستغله الحواف كويس. بالنسبه للكاميرات عندك 3 كاميرات، كاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل، والكاميرا الثانيه 5 ميجا بكسل اللي هي الالترا وايد او الزاويه الواسعه، والكاميرا الثالثه اللي معانا وهي 2 ميجا بكسل دي للعزل. وبالنسبه للكاميرا الاماميه بتيجي بدقه 13 ميجا بكسل بفتحه عدسه f2.0. الشحن اللي مع التليفون بيشحن بقدره 15 واط، وطبعا هنا USB تايب سي، وده اللي احنا خلاص يعني ما ينفعش نتراجع عنه ان انا انزل موبايل بمايكرو USB، موضوع غريب. وبرده معاك كل الاساسيات، وهتلاقي بصمه التليفون معاك في الجنب. بالنسبه لسعر التليفون ده فاللي هي النسخه ال 4 جيجا رامات مع ال 128 جيجا فهي عامله 5749 جنيه. بس يا شباب ده اللي كان معانا النهارده. لو عندك اي استفسار سيبهولي في الكومنتات تحت. يا رب يومك يكون زي الفل. كان معاكم هشام عجمي، اشوفكم الفيديو الجاي.